المحلاية السورية بطريقة المطاعم. أهلا فيكم في مطبخ الأكلات الشعبية. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، شاركوا المعرفكم، ودعموا الفيديو بلايك، ويلا نبدأ. اليوم وصفتنا كتير سهلة وكتير طيبة وكتير ناس بيشتهوها، وأغلب الناس ما بيعرفوا يعملوها، بس هي كتير سهلة. يعني بفكروا إنه فيها شي سر خطير، بس هي سهلة أسهل مما بتتخيلوا. معنا 2 كيلو حليب كامل الدسم، 8 ملاعق نشا ذرة، لكل كيلو حليب 4 ملاعق مسطحة. عنا ماء زاهر أو ماء زاهر 3 ملاعق، لكل كيلو ملعقة ونص، وإذا احتجتي أكثر لطعم أكثر بتزيدي. عندي مستكة 5 حبات عشان تطلع مثل طعم المطاعم بالضبط، بس كمان أنا جربتها بدونها وطلعت عالمية كمان مع ماء الزاهر فقط. عندي فانيليا رشة صغيرة، سكر 3/4 الكاسة، زبدة ملعقة صغيرة، هاي اختيارها بس مشان تزيدي الدسم تبع الحليب، بس إذا كان انت متأكدة منه انه كامل الدسم ما في داعي إلها. وعندي كريمة خفق أو كريمة طبخ أو كريمة شانتيه، هاي كمان اختياري. أنا غليت الحليب وخليته يبرد عشان تشوفوا كمية القشطة اللي عليه، عشان تعرفوا إنه هو فعلا كامل الدسم. وهلأ حنبدأ إن شاء الله بتطبيق خطوات المحلاية، كتير سهلة وما في أبسط من هيك. بالنسبة للزينة بتقدر ما تحطي شيء أبدا، المتعارف عليه بحطوا عليها لوز وفستق حلبي وكريمة شانتيه وكرزة مجففة أو توت مجفف، بس أنا دايما بخرج على المألوف مثل ما عودتكم بقناتي. وعشان ما تحرموا أنفسكم من المحلاية، فيك تعملي هيك بدون أي زينة، وفيك تحطي المتاح. أنا لقيت عندي تمر وجوز هند، تفاح، فراولة، موز، سمسم، كريمة شانتيه وشوكولا. حاولت نوع بالزينة عشان أعطيكي أفكار متعددة بس عشان المنظر. أما بالنسبة للطعم فالمحلاية بس تجربيها بهاي الطريقة رح تاكلوا أطيب محلاية على الإطلاق، حتى أطيب من تبع السوق. قبل ما أبدأ بعمل المحلاية عملت النشا مع مي، حليته بالمي عشان بدي أحطه آخر الشي، فلازم يكون معي جاهز ومحلول، وكل شوي بتحركيه عشان النشا بيرسب بالمي. ما تكتري مي، هو فنجان صغير بس على قد ما يدوب النشا بالمي، مثل ما شايفي تماما هيك بالفيديو. هلا هيك بتحركيه تماما ليصير بهذا الشكل. هلا هيك انت كل شوي بتحركي الملعقة فيه عشان كل شوي بيرسب. المستكة لازم نطحنها او ندقها بهاون الثوم او شي مشان تنعم. تحط عليها سكر، شوية سكر، وبتطحنيها. فانا عشان ما يعني عشان تداركا لطعم الثوم اللي بالمدقة الثوم، حطيتها بكيس مثل ما شايفة، طويت الكيس عليها وطحنتها هيك بشكل بسيط. هي فورا بتنطحن وهي حتدوب مع الحليب، بس هذا افضل عشان تتوزع مزبوط بالحليب. مثل ما شايفه هيك شيء انه دقيتها، وهيك تضمني انه ما تلقط ولا اي طعم من برا. طحنتها مزبوط مع السكر، لازم يكون السكر موجود عشان بيسهل عليكي طحن المستكة. والمستكة هاي انا عملتها قبل مرة بدون مستكة وزبطت معي، وبس هي بتعطيكي نكهة السوق. هاي المستكة بتعطيكي كأنك اخديها من افخم مطعم محلاي. وهلا بنبدأ نعمل المكونات فوق بعض. الحليب مثل ما شايفين طبقة الدسم، بنحط 3/4 الكاسة سكر، وبنحط الفانيليا والمستكة اللي طحناها، وبنحط معهم كريمة. أنا بصراحة عملت كريمة شانتيه لأنه ما لقيت كريمة طبخ ولا كريمة خفق، وملعقة الزبدة. طبعا هذا كله بدنا نخلطهم مع بعض قبل ما نحطهم على النار. وهاي الكريمة، وبعدين بتحطيهم على النار، بتضل تحركي ايدك فيهم لحتى يتجانس الخليط تماما، وتدوب كل المكونات، يدوب السكر وتدوب الزبدة والكريمة والكل. وبعدين بنضيف بقى النشا المدوب بالمي، مثل ما تشوفي هلا تماما بالفيديو. بنحطهم على نار عالية وبنبدأ بقى نحرك الحليب والمكونات. ما بتشيلي ايدك ابدا لحتى يدوب الحليب ويغلي، عشان المستكة حتعطيه هيك قوام لزج شوي والكريمة وكذا. واول ما يغلي الحليب بدك تحطي النشا وانت عم تحركي، لانه النشا اول ما بتحطيه فورا حيسمك وحيتقل، حتتقل المحلاية فورا. بالنسبة لماء الزاهر بتحطيه بعد ما يبرد شوي، يعني مو تكون باردة كتير، بس اذا حطيتيها وهي غليانة حتروح طعمته فورا، فما حيظهر طعم ماء الزهر. فلازم يكون يعني صار فاتر، او يعني اكتر من فاتر بشوي. بعدين شايفي على هيك حطينا النشا فسمكت فورا. هلا وحطينا ماء الزهر
وهلأ هون سكبناها. وشوفي أنا عم بعطيكي أفكار للزينة. هاي شوكولا وكريمة. بالنسبة لكريمة الشانتيه أنا كنت عم بعمل المحلاية الساعة 3-4 الفجر، فما حبيت شغل الخلاط عشان الجيران، قلت لجرب أعملهم بالمضرب اليدوي. وفعلا أهم شيء يكون الحليب بارد جدا. بتحطي مكونات ظرف الشانتيه، هو ظرف يعني بيجيكي ظرف جاهز، بس بتحطيه بزبدية غميقة، وبتحطي فنجان حليب بارد لكل ظرف، فنجان حليب بارد، فنجان قهوة، بتحركي بأقصى سرعة عندك بإيدك، فورا تجمر وبتصير كريمة وأحسن من الخلاط، ولا بتزعج الجيران إذا كنت عم تعملي بالليل مثلي. وهيك كانت محلايتنا. شوفي شلون عملت لك الزينة هاي بدون فستق حلبي وبدون لوز، وجربيها هيك بهالطريقة وحتدعيلي. وفعلا يعني طعم خرافي يضاهي المطاعم وعلى تحدي.